أهلا بيكم. النهاردة معانا مجموعة جميلة جدا من فساتين السهرة والسواريه. معظم الفساتين الموجودة معانا في الفيديو ده مناسبة للمحجبات. تعالوا بينا نشوف الفساتين ونقيم الموديلات وجمالها. هي معظمها رائع بصراحة، وحضراتكم هتحكموا بنفسكم لما تشوفوا الفساتين. يعني على سبيل المثال الفستان اللي قدامنا ده رائع جدا وترندي كمان. يصلح للمحجبات، مع طبعا تعديل شوية في المقاس. احنا قلنا ان الموديل بيكون مرتدية الفستان على مقاس جسمها بالظبط علشان يبان كل تفصيلة في موديل الفستان. اما انتي وانا لما نحب نستخدمه ونشتريه بنشتريه بتعديل على مقاس اجسامنا. الفستان اللي قدامنا ده تحفة، ده فستان عروسة طبعا. ينفع العروسة طبعا، خطوبة، كاتب كتاب، شبكة. حلو حلو يعني حقيقي جميل قوي قوي. عقبال كل البنات يا رب. رائع. ممكن يحصل فيه تعديل طبعا. الفستان ده طبعا شيك جدا زي ما احنا شايفين. طبعا محتاج اجسام تكون يعني ما فيهاش دفوهات، يعني البطن العالية مش مطلوب. زي الفستان الاسود اللي قدامنا ده هايل. خلي بالك ولاحظي الاكستنشن بتاع الفستان او الديل، مش بيجر على الارض، اهو عملي. عملي انا بحب جدا ده لانه بيساعدك في الحركة قوي. الفستان ده رائع، البنوتة دمها خفيف جدا. جميل جميل الفستان، وكمان يصلح لمناسبة أو الخطوبة كمان. هايل. الفستان ده تحفة قوي قوي. تدرج الألوان فيه رائع جدا. الكحلي واللبني والتدرج مديله جمال فوق جماله. حلو حقيقي يعني. الأسود ده رائع جدا، وكمان يصلح للمحجبات مع بعض التعديل البسيط. مش محتاج تعديل كتير يعني. ده طبعا فستان محجبات واضح جدا. شياكة، رقي، مفيش أحسن من كده. حلو حلو يعني جدا. الفستان الكحلي ده لو تلاحظي الخامة بتاعته من القطيفة. يعني لو عندك مثلا قماشة قطيفة ومحتارة تفصليها بأي موديل، ادي فكرة لموديل من الخامة القطيفة رائعة وبسيطة. لاحظي الأكمام، لاحظي التفصيلة بسيطة جدا. هايلة. الفستان الأسود ده أكتر من رائع. ده تحفة حقيقي، جميل جميل يعني. يصلح للمحجبات مع التعديل طبعا، لكن هيحتاج تعديل كبير شوية. ده رائع جدا، ده جميل جميل جدا. يا رب يكون الموديلات اللي بنختارها بتحوز على إعجابكم. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو لسه ما اشتركتيش يعني، حتى يصلك منا كل جديد.